السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة هواة بديعة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في صحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير البصارة اللي كنتناولوها بزاف هاد الفترة. هاد الفترة الشتوية يعني انها كتدفي الذات هاد البصارة ملي كنوجدوها. غادي ندوزو الان باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كمية ديال الفول اللي نقيناها وغسلناها مزيان. غادي نزيدو عليها 5 الفصوص ديال الثومه، وغادي نزيدو عليها الماء بارد حتى نغطيو هاد الكميه اللي عندنا ديال الفول. بالنسبه لي انا غادي نطيبها في الكوكوط. صافي مباشره غادي نشعلوا عليها البوطه ملي تغلى. هاد المرحله اختياريه بالنسبه لي كضرهم في المصران، يعني انا غادي نحيد ليها هاد الكشكوشه اللي كتكون بيضه، غادي نحيدها بالصفايه اللي كنصفيو بها الحليب. صافي ملي تشكل هاد الكشكوشه غادي نحيدها. صافي من بعد ما غلات ما غاديش نسد الكوكوط، غادي غير نحط عليها الغطاء بهذا الشكل، وغادي نخليها واحد 25 دقيقه فوق البوطه حتى يطيب الفول. من بعد غادي نطحنو بهذا البغا ميكسور، تقدروا تطحنوه غير في الطحانه اليدويه العاديه. صافي هنا راه طحنات مزيان. غادي ندوزو لباقي المكونات. غادي نحتاجو تقريبا كاس لارو من زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الملحه، الكمون، الخرقوم، تحميره، البزار، السودانيه، قزبر يابس مطحون، وغادي نحتاجو سكينجبير. غادي نضيفو هاد المكونات على الزيت، غادي نخلطوهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. صافي وغادي نزيدو على الفول اللي طحنا. غادي نخلطو هادشي مزيان. صافي من بعد ما تبغي تغلى صافي غادي نطفيو عليها البوطه. نتوما اللي كتحكموا في القوام، واش بغيتو يكون خفيف ولا ثقيل. صافي هنا راه وجدات معنا البصاره. غادي نزيد عليها من الفوق كاضافه شويه ديال السودانيه والكمون وزيت الزيتون. كتجي لذيذه وكيف قلت لكم كتدفي الذات. وهذا هو الشكل النهائي ديال البصاره اللي حضرت معكم اليوم، اللي كتوجد معنا بسرعه، ما كتاخذش وقت طويل نهائيا، وكتجي لذيذه مغذيه. كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. الا كنتو من الزوار الجدد للقناه وعجبكم المحتوى، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلنا نهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وغادي نخليكم مع صور الوصفه.